معانا على الهاتف دكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف. دكتور أحمد صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. دكتور أحمد يا ريت تطمنا على الحالة اللي فيها مصابي هذا الحادث، وهل بالفعل تزايدت أعداد الضحايا القتلى من هذا الحادث ولا لا؟ هو بالفعل الارقام لغايه يعني امبارح بالليل كانت 18 حاله اصابه و3 حالات وفاه. بس للاسف احد حالات الاصابه اللي كانت موجوده في معهد ناصر توفت، كانت مصابه يعني اصابات خطيره فتوفت. وبقينا يعني وصلنا ل 17 حاله اصابه و4 حالات وفاه حاليا يعني. 4 حالات وفاه. الحالات هل تبينتم من شخصيات الحالات؟ يعني الحالات دي عرفتوا هم مين؟ استقصيتوا عنهم؟ طبعا الاجراءات بتاعتهم يعني موجودين هم في المستشفيات وتلقوا العلاج بتاعهم، بياناتهم كلها موجوده في المستشفيات حاليا. ولا انا قصدي الضحايا. الضحايا يا فندم، في حالات اتنقلت لمصلحه النيابه في ذهنهم. وفي حالات لسه موجوده في مستشفى امبابه، يعني في سبيلهم يتنقلوا خلاص لذهنهم، والحاله اللي توفت في معهد ناصر برضه هتتنقل ان شاء الله. عايزين نعرف هل بالفعل كان في طفله؟ قول لي مين اللي تم قتلهم، يعني سيدات، رجال، اطفال؟ في الحاله الاخيره اللي توفت دي طفله كانت 12 سنه وتوفت معهد ناصر. يعني وفي طفله اخرى عندها 8 سنوات كانت توفت يعني بعد اطلاق النار مباشره، ولا الكلام ده مش صحيح؟ لا لسه، يعني عشان اطلع البيان ده يعني ادينا بالظبط يعني بعض الوقت كده عشان نقدر نتبين من كل الحالات بالظبط واحده واحده يعني. بس حاليا زي ما بقول لحضرتك الحالات اطفال او كبار هم في الاخر مصريين وتوفوا في حادث يعني خسيس، يعني اقل وصف ليه يعني. هل وصلت الاسعاف مباشره بعد الحادث ده؟ يعني انا سمعت امبارح بالليل ان كان عندكم صعوبه في الوصول للمكان. هو بالفعل احنا اول طياره وصلت بعد حوالي 6 دقائق بعد البلاغ اللي كانت قريبه جدا من موقع الحادث. السيارات اللي حاولت تخش بعد كده حصل تجمهر على الكورنيش، قفل الطريق في الاتجاهين، ده اللي واجهنا فيه صعوبه لدخول العربيات بعد كده. لكن عربيات الاتجاه الاولاني وصلت بسرعه. بس احنا كنا محتاجين عدد اكتر يعني، لان الاصابات كان عددها مش قليل يعني، فابتدت الناس تنقل المصابين بنفسهم الى المستشفيات. احنا دورنا بعد كده يعني بقينا نحول المصابين من بعض المستشفيات لمستشفيات اخرى علشان يتلقوا الرعايه الطبيه الاعلى يعني. ايوه، الكلام كمان كان على سلاح آلي، وفي بعض البوابات الالكترونيه كانت كاتبه خرطوش، يعني برضو تضاربت الاقوال. السلاح كان ايه يا فندم؟ السلاح برضو يعني اللي يقدر يجزم بحاجه زي كده هو الطب الشرعي. مصلحه الطب الشرعي اللي تقدر تقول التقارير النهائيه في الاصابات. لا انا مش عايزه النهائيه، يعني دي هنعرفها طبعا من الطب الشرعي، ولكن مبدئيا كان رصاص ايه؟ شهود العيان اللي في الموقع قال ان كان في ملثمين يعني هجموا على الكنيسه بسلاح آلي ودفعوا عليهم نار، والاصابات فيها كده يعني فيها اصابات طلق ناري وطلق خرطوش. يعني احنا بنشوف كده ده التشخيصات المبدئيه اللي احنا بنقولها، لكن النهائي ده بيبقى عن طريق الطب الشرعي يعني. اكيد. نوع السلاح المستخدم والمسافه قد ايه والعيار كان قد ايه والحاجات التفاصيل اللي زي كده يعني. المصابين اللي هم ال 18 واحده منهم توفت، اللي هي الطفله اللي عندها 12 سنه زي ما حضرتك قلت لي. ال 17 المتبقيين هل هي حالات خطره؟ يعني نتوقع بعد ألف شهر ازدياد القتلى؟ ان شاء الله لا، ان شاء الله لا، لان الحالات تم عمل جراحات ليهم اللي كان محتاج تدخل جراحي. الكلام ده كله تم امبارح بالليل الحمد لله. الحالات دلوقتي حاليا تحت العلاج وحالات مستقره. بنتوقع برضه ان في بعض الحالات هتبتدي تخرج، يعني النهارده هيبقى في خروج لبعض الحالات لان حالاتهم خلاص استقرت الحمد لله. أيوة. وربنا ان شاء الله يسهل ويبقى المصابين ربنا يكمل شفاهم. هل في احتياج لنقل دم، تبرع بالدم؟ لا حتى الان لا، يعني حتى الان الحمد لله الاوضاع مستقره في الدم ومفيش احتياج حاليا يعني. طيب